بزاف بنات كيظنوا باللي العيا اللي حاكمهم والضيقة اللي كتجي على قلبهم غير من ستريس وخلاص. بصح في الحقيقة الجسم تاعهم كيعبر على الحزن اللي ما قدروش يقولوه على طرف لسانهم. واش صرات لك وحسيتي باللي ظهرك يوجعك هكا بلا سبة طبية، ولا الاستوما نتاعك مقلوبة عليك وتوجعك غير هكا بلا سبة؟ هاد الفيديو خصك تشوفيه حالا. أهلين حبايبي، كي راكم البنات؟ إن شاء الله كامل راكم بيا وبخير عليكم. كيما شفنا العنوان تاع موضوعنا تاع اليوم، مرحلة ما قبل الاكتئاب والعلامات التحذيرية منه. تبعوا معايا الفيديو الأخير باش تستفادوا، وما تنسونيش من الاشتراك والجام. فعلوا لي الجرس باش يلحقكم الجديد نتاعي، ونبداو بسم الله. شوفي حبيبتي، هذا الموضوع مهم بزاف وخصنا نهضروا فيه بكل صراحة واهتمام. الاكتئاب ماهوش غير موض عيان ولا ما قد ديري والو، لا، فهو مرض حقيقي وخصه عناية. وش هي مرحلة الاكتئاب؟ في الاكتئاب هو حالة نفسية كتأثر على طريقة التفكير نتاعك وإحساسك تصرفاتك. فمرحلة الاكتئاب أو ما قبلها والحزن اللي فيها وفقدان اهتمام، يعني تكوني ما تهتمي بوالو، يطولوا فيك ويقواو بزاف لدرجة أنهم يأثروا على حياتك اليومية وقدرتك على القراية والخدمة والعلاقات. فكيفاش تعرفي باللي راه الاكتئاب جايك في الطريق؟ مرحلة قبل الاكتئاب أو الأعراض المبكرة كتسمى تاني القلق الاكتئابي أو تغير المزاج. وراح نعطيك العلامات اللي خصك تحطيهم مليح في راسك وتفهميهم بيا. مهم، أول علامة منهم تغيرات في المشاعر والتفكير، ومنها أولا فقدان الاهتمام والمتعة. تبداي تحسي باللي الحاجات اللي كنتي تبغيهم وتستمتعي بيهم كيما الخرجة مع صحاباتك، الهوايات، ولا متبعة كاش مسلسل ولا فيلم، ما يولوش قاع يعجبوك. الإحساس كذلك، الإحساس الدائم بالحزن والفراغ، ماشي حزن عادي، حزن ثقيل ما يخليكش مرتاحة وكيحسك بالفراغ الدائم. كذلك كثرة البكاء بلا سبب واضح، تلقاي راسك غير تبكي بكل سهولة، يعني أي واحد يقول لك غير حاجة قلنا هكا انتي تقعدي تبكي وتنهاري على والو. كذلك النقد الذاتي والإحساس بالذنب، كتقعدي تلومي روحك بزاف على أخطاء بسيطة وكتحسي باللي ما عندك حتى قيمة بين الناس. تاني نقطة، تغيرات في الجسم والروتين، كاين مشاكل في الرقاد، يا إما ترقدي بزاف كثر من عادة، يا إما ما تقديش ترقدي، يجيك الأرق وتقعدي عيانة، انتي عيانة بصح ما تقديش ترقدي، تقعدي فايقة تحسبي في النجوم. تاني كاين تغيرات في الشهية والوزن، يا إما تبداي تاكلي بزاف وتزيدي في الوزن تسمني، يا إما تنقصلك الشهية وتطيحي في صحتك ما يوقف فيك والو. كذلك التعب الدائم، كوني فاتيكي دائما، زعما ما رقدي تكوني شبعانة رقاد ولا هاكا بصح تحسي بالعيا وما عندك طاقة تديري حتى حاجة. مثلا تنوضي الصباح مرقاد تلقاي راسك عيانة كتر، كنت تقولي كان مرقدتش خيالي. كاين تاني الألم في الجسم، وجع الراس ولا وجع في الاستوما، توجعك هكا المعدة نتاعك ولا الظهر وما يكونش عندهم سبب طبي واضح، تمشي عند الطباب ما يقدوش يشخصولك وانتي فيك حالة نفسية شغل من الداخل. كاين ثالث نقطة، تغيرات في العلاقة والسلوك. هنايا نجو كاينة أولها العزلة الاجتماعية، تبداي تبعدي على الناس وكتبغي تقعدي وحدك بلا ما تخالطي لا عيلتك ولا صحاباتك. كذلك العصبية الزائدة والانفعال، تولي سريعة الغضب، يا ودي النار شاعلة وتتقلقي بالخف وفي السع على أبسط الأشياء. وهاد العصبية كنلاحظوها بزاف عند المراهقات خاصة. كذلك صعوبة التركيز، ما تقديش تركزي على حاجة واحدة، مثلا راكي تفرجي يقولك حاجة واحدة أخرى ما تقديش تكوني معاها، وما تركزيش في قرايتك ولا أي حاجة تكوني تخدميها ولا ما تقديش، وتولي تنساي بزاف. كاين كذلك
كترة التفكير في الأفكار السلبية، عقلك يقعد يحرق في الأفكار السلبية، تولي تفكري غير في المشاكل وتشوفي الحياة بمنظور كئيب، تشوفي الحياة سوداوية وباغية تخنقك. كاين كذلك الحساسية الزائدة تجاه الرفض، أي واحد زعما يديرلك شي حاجة، مثلا تجي صاحبتك تقولك اللبسة اليوم ما عجبتنيش اللي راكي لابستها، تخدم فيك هذيك الحاجة. ولا أي واحد هاكا مثلا يرفضك، ولا كيما نقولوا ما قديتيش تدي معدل شباب ولا حاجة كيما هاكا، تحسي باللي خلاص هذه نهاية العالم وتقعدي تلومي في روحك بزاف. كذلك كاين وهذه أهم نقطة اضطراب الدورة الشهرية، من كتر التوتر والقلق الدورة تاعك تقعد حتى هي ماشي مضطربة ماشي منظمة، وكيما نقولوا ما قبلها تسمى متلازمة ما قبل المحيض، من تمك شغل يبداو المشاكل. والدورة نتاعك تقعد ماشي منظمة، تقعد توجور مثلا اليوم تجيك في الكانس الشهر الجاي تجيك في الآن، ولا ما تجيكش كاع ولا تجيك وتطول. مهم بناتهم ما تعرفوا في الدورة. كذلك كاين العزلة والهروب من الأصدقاء الإيجابيين، كي تبداي تبعدي على الناس اللي يبغوك ويفرحوك ويفرحولك، وتفضلي تقعدي يا إما وحدك يا إما تقعدي مع دوك الناس اللي نتيا تشكي ليه وتبكي وهما يزيدوك على الهم ماشي يعطوك حلول لا يزيدو يكملوا عليك. كذلك صعوبة في اتخاذ القرار، أي قرار بسيط يولي يشكل عليك ضغط كبير، تولي تفكري بزاف وتخافي من أي خطوة جديدة ديريها، ما تقديش زعما تقولي نقص رجلي في النهر. دركا نجو واش ديري باش تحمي راسك. شوفي حبيبتي، إذا شفتي هاد العلامات اللي قلناهم سابقا طولوا معاك أكثر من سيمانتين وأثروا عليك، يعني أثروا على حياتك اليومية شتيهم صاي، نبداو بهاد الخطوات الأولية اللي تقدري تبداي بيهم. أولها المصارحة والكلام، هضري مع كاش حد تثقي فيه، مثلا أختك الكبيرة، صديقة مقربة، أمك، أستاذتك، فبمجرد الهضر على هاد المشاعر كي تبدا تنقص. ثانيا تنظيم الروتين، حاولي تحافظي على أوقات النوم والماكلة وخص تكون ثابتة، فالروتين اليومي يعطيك إحساس بالأمان والتحكم، يعني تقدي قدري تتحكمي في داك النهار تاعك. ثالثا الحركة والرياضة، شوفي قاعد تكوني عيانة حاولي تمشي غير ربع ساعة في النهار، ففي الحركة بركة ويتحسن المزاج نتاعك بشكل كبير. رابعا تجنب العزلة، خرجي من الدار، شوفي كاش حد هكا مثلا يعجبك وترتاحي معاه، صحاباتك ولا مثلا يعرضوك العراس، كاش نشاطات روحي، ما تخليش راسك في وسط عزلة. كاين آخر نقطة طالب المساعدة من متخصص، أهم خطوة أنك تزوري طبيب نفسي ولا أخصائي نفساني كما نقولوا حنايا بسيكولوج، فهاد الناس متدربين باش يفهموا ويعالجوا هاد الحالات، والمساعدة نتاعهم ضرورية بزاف. شوفي ما تخافيش وما تحشميش، الاكتئاب كيتعالج وترجعي لحالتك الطبيعية بإذن الله. تفكري دائما باللي الاكتشاف المبكر لهذه العلامات هو أقوى سلاح باش تتغلبي على الاكتئاب قبل ما يتمكن منك ويحطك كيما نقولوا يسجنك. تهلاي في صحتك النفسية راها هي الصح وبها تكملي كاع حياتك. وإلى هنا يكون كمل الموضوع نتاعنا نتاع اليوم، نتمنى يكون عجبكم حباباتي، ما تنسونيش من دعمكم، دعم أختكم، أحبكم في الله، سلام.